السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بحكي لكم قصة، والله ما أحب أتذكرها، يعني ما أحب إني أتذكر القصة دي، لكنها الواحد ياخذ دروس من الحياة ويتعلم فيها. القصة دي يمكن حصلت قبل 14 سنة 15 سنة. كنت طال عمركم يوم يمكن في الليل، أنا وشبابي من زمن المستشفى دي إنه عندنا عشاء، يمكن اللي يعرف المطار القديم في جدة، فإنه كلمني واحد قال لي أجيك على صلاة العشاء ونطلع سوا. قلت له طيب. فطال عمركم تروشت وتوضيت ولبست ملابسي وصليت في البيت ونزلت، وأنا نازل واقف، أنا مطول الله عمركم والصلاة صلي مسجد بعيد عني شوية، وأنا منتظر الرجال. إلا والله ما أشوف إلا جمس الهيئة واقف، السلام عليكم، إلا ذا نزل من ذاك المطوع، ليش ما تصلي؟ كان معاي ناس أجانب، هو جاي الله أعلم بظروفه، لكن ما كان في ساعة رحمن هو أبدا أبدا. أسأل الله أن يغفر له ويتوب عليه ويهديه ويسامحه يا رب، الله يسامحه. فقلت له لا صليت يا شيخ، وانا الان منتظر الانسان هنا وماشي. قال لا ما صليت. قلت له والله صليت، وهذه الكلمه ندمت عليها اني حلفت له اني صليت، ولا مفروض اتعذر اقول له انا صليت ما صليت، امشي اسيبه. لكن ذيك الايام هم كانوا في عز قوتهم، وذي الكلمه هي كانت يعني مشكله كبيره سوتها لي. فقال لي لا والله ما صليت، وانا حلفت له للاسف. قلت له طيب أنا صليت، أنت ليش ما تروح تصلي وأنت تسمع الصلاة؟ قال لي والله ما أخرني الصلاة إلا أنت وأشكالك. أول ما قال الكلام ذي قلت لا والله يا أخي، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما بيسألك عني، بيسألك عن نفسك، لكن أقول لك أنت عشان الراتب اللي تأخذه. أول ما قلت الكلام ذا طارت الشياطين فيه وطارت الشياطين فيا، وللأسف تلفظت بألفاظ ما يكون يجب أني أقولها أنا. حد من الوطيس من أطلع ما تطلع، قلت والله ما أطلع معاك لو تطير. المهم قلت يا ولد اختصر الكلام خلاص وراح ادخل البيت. فأنا رايح داخل البيت إلا مسكني، يجري وراي مسكني. أول ما مسكني عرفت إن الأمور منتهية ولا فيها رجعة، حصل اللي حصل. ف يعني مديت يدي، وما هي شجاعة مني، لكن هو كان يعني إيش جسمه أصغر مني، وأنا كنت في قمة ثوراني إني خلاص أنا حلفت له وأديت له، وبرضه رحت ورايا. أنا مطر الله أطلع ما تطلع، طيب أطلع معايا في السيارة ونروح مركز الهيئة وهناك نتناقش ونعطيك كتب. قلت ليش أنا كافر شيء الكتب، وأنا عارف إني رحت هناك بينجلد جلد اليهود، لكن ولو جلدوني ولا شيء ما بسكت، والله لا تصير مذبحة فيها. لكن عرفتها من البداية، قلت يا أبويا ماني طالع معك، اتصل على الدوريات تجي. أنا طلعنا الدورية، جات الدورية وطلعت معاهم، وكان هو ورانا مع واحد ثاني. وصلنا المركز، تحقيق شوية وشوية، هنا دخلت التوقيف. فكان بيني وبين نفسي إنه يمكن ساعات كذا أو بكرة على الأقل وأخرج بكفالة. ولكن الرجل لما كلمت الضابط قال لي يا أخي أنت شو مسوي؟ قلت شو مسوي؟ قال لي كاتب فيك كتاب حق الهيئة الله يعينك. قلت له ايش في قصاص؟ قال لا ما هي قصاص، لكن الرجل كاتب فيك أكثر من 15 صفحة بما فيها أني تطاولت على الدين وعلى الملك وعلى وهذا الشيء يعني هو فين الله أعلم، حي ولا ميت، الله يسامحه وأنا فين. لكن والله ما حصل مني، والله ما حصل من الكلام هذا. أنا طال عمركم جلست اليوم الثاني إلا جايين يلا فين؟ قالوا على التلحيق على التوقيف الموحد. يا رجل قال والله ما في إلا هي، والمصيبة أخوكم ذيك الليلة يبرح العشاء حالق الدقن والشنب على أبو تمساح ومستوي، وقدامي توقيف الحبرتية العالم اللي هناك.
المصيبة الثانية رحت ودوني التوقيف الموحد، ودوني ذيك الأيام كانوا منومين يوم سبت أظن حقين قبل ما تجي النيابة العامة التحقيق والادعاء، برضه حصلت واحد مطوع والخبر عنده، قال لي أنت تقول للشيخ كيت وكيت وكيت، قلت له من الشيخ؟ قال لي فلان وفلاني. قلت له يعني هو خلاص قال لكم حاجة صدقتوه؟ قال لي أصلا موقف 3 أيام، وأنا أعرف النظام عندهم في المناوبات 3 أيام. قلت له الله يكثر خيرك، ما عندك غير 3 أيام 3 أيام، لأن قد أصلا خربانة معايا. فرحت على التوقيف الموحد، الله لا يوريكم أمة خلق الله، على اللوطين، على المخمرجي، على اللصوص، على بأمانة اللحظة ذيك احتقرت نفسي فيها. قلت ايش وداك المكان ذا؟ كان اختصرتها من بدري، صليت ركعتين لو عند حق الهيئة قدام الجلسة تصلي تفتك منه، لكن حصل اللي حصل. لهم طال عمرك، وزي ما قلت لكم أمعط الشنب والدقن وحالتي حال الله المستعان. والله طال عمركم ذيك الليلة بأمانة نمت وأنا جالس نص نومة كذا، شوية كذا ماني عارف أنام زي الناس. اليوم الثاني طال عمركم وقت الغداء نتغدى، تقريبا التوقيف المحد ذاك اليوم أظن فيه 100 وشوية، إلا ذيك الليلة لما جيت ما أشوف إلا واحد ما شاء الله تبارك الله فسخ الفنيلة، فسخ البنطلون، ولا ماكو كذاب، حط الفوطة وهز يوز يرقص اقسم بالله ولا في عبده. قلت يا ليل البعرين، فين انا جالس. المهم اليوم الثاني على وقت الغداء، وكان معي بنغالي جالسين، ومعاي الله يكرمكم ذاك اليوم شبشب يمكن والله قيمتها 300 ريال. اللي يقول لي شوف هذا في نفر شيل حذا حقك، انظر كذا ذاك الخالي اللي طوره يمكن مترين وعضلات، لا مو مترين حرام الظلم حرام، يمكن متر و99 سنتي وعضلات ووجه وشر. فسويت كذا عملت نفسي اني ماني شايفه، لو قمت معاه بيعدي من العافيه، واحنا في سجن شك كله جاي سكرجي منتي ذاك. قال لي البنغالي ايش في خوف؟ ممكن انت في خوف؟ قلت لا ما في خوف، انا ايش انا خوف؟ والشباب رجع الشبشب. قال لي طيب بس راح الحمام وراجع، وانا والله اني عارف انها راح ما منها رد، لكن ما عاد ناقص مشاكل وذي، وهذا لو قمت على الواحد يعرف قدر نفسه اقسم بالله يعدمني العافيه. المهم اتصلت على واحد من اخواني قلت له بالله يجيب لي صندة شبشب عيديه حقت الحمام الله يكرمكم، قلت بحيث لو انسرقت يلا فدا. المهم اليوم الثاني الا شوف واحد بنغالي لابسها، قلت له حلوت. الاول اخذ الحذاء الغالي، هذا اخذ اللي بياخذ الشبشب اخذه حلا، شويه واحد ياخذ له الثوب، شويه واحد ياخذ الفنيله، انتهي من التوقيف اطلع طرزان ما علي حاجه. فقمت مسكته قلت اقول لك رجعها يلا. المهم يا اخواني يمكن جلست 2-3 أيام جاء فيها زياده، الله لا يوريكم. بعد كذا حصلت واسطه ودوني فوق قسم ترحيل جلست فيه الحالي. انا جلست فيه يمكن 2-3 أيام، قسم سويت الحالي زي السويت جالس الحالي، وبامانه يعني كان يجي لي اكل من برا وذي وزيارات. وبعد كذا جابوا لي 2 من الاصدقاء الله يذكرهم بالخير، حسن البدري وحسن محمد بتوبارة، ناس اصدقاء يعني من ذيك الايام ما انساهم. فجلسوا معايا وجلست ذيك الايام، لكن المحزن اني كنت اروح لما تجي الجلسات كلبشات في يديني وكلبشات في رجولي وراي عسكري، والمشكله كل ما اجي عند قاضي يحولها على قاضي ثاني. طبعا اللي فهمت الموضوع فيها 6 شهور سجن وفيها جلد وفيها اللي فيها. انا حصلت واحد قاضي طيب قال لي شوف انا متنازل عن الحق العام بس شوف الحق الخاص.
نحاول مع الشيخ، نحاول معاه، مرة رافض. حتى هيأ الله لنا واحد يعني كبير في الهيئة في جدة وكلمه، فجاء اتنازل على مضض كما فهمت يعني. لا قبلها في جلست 10 أيام حتى دقني طلعت، رحت منتف دقني من هنا ومن هنا كذا، خليته يشوف يقول هذا طالع من التراب، هذا طالع من القبر كذا عشان يشوفني، يقول ايش فيك؟ اقول انا مريض نفسي، حولني على الصحة النفسية. وفعلا سألني قال لي يا ولدي عادي تروح الصحة النفسية تاخذ علاج وبرضه ترجع السجن. قلت برضه؟ قال ما فيها. انا طال الله عمركم يسر الله الامور وتنازلت، تنازل عني، وكان احلى خبر يوم في حياتي اني تنازل عني ذاك اليوم. طبعا الانسان العاقل يحاول، هو شوف في ذيك الايام كانت فيه نسال الله سبحانه وتعالى البعض منهم كان يبتليك بنفسه، ما اعرف النظره اللي كانوا ينظروها لنا احنا كناس بشر عاديين، ان احنا كفره وان احنا يعني ماني عارف يعني، او انهم عندهم يعني نية سوداء للمجتمع. ما هو كلهم، فيهم ناس فيهم خير والله كثير. والامر بالمعروف امر بالمعروف ونهي عن المنكر وبالكلمه الطيبه ترى تجيب. انت ما تاخذ الناس بالقوه، الواحد حتى اولاده والله ما يقدر عليهم بالقوه. ذي من المواقف اللي يعني ما انساها في حياتي، فحبيت اشارككم فيها. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، ولا تنسوا من الدعم واللايكات والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.